الآن أنتم المسلمون اللي يقذف امرأة كم تجلدونه؟ حد القاذف ايش قد؟ 80. السكر اللي يسكر ايش قد تجلدونه؟ خليني هذا اللي يشرب خمر ايش قد تجلدونه؟ مو 80؟ طيب اعطوني هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله، اعطوني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلد 8. اعطوني. صعب لو سهل؟ اكو ضبع في زمن النبي لو ماكو ضبع؟ ضباع موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. اعطوني حكم النبي في الضباع، اعطوني. فماكو واحد يقدر يقول شنو؟ انت جاي تقول انا عندي 4000 حديث، 4000 حديث هذه صاحبي العزيز ما تتناسب مع مدة حياة النبي. شوية حرك عقلك بدون عناد. انت تقول النبي عاش 8000 يوم، انت تقول زين 8000 يوم وجايب لي 4000 حديث، هو معناها انه انت ما نقلت كل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ما تريد روح وتعال، ما تريد عبقرية. وايضا الكلام اللي نقلته عن النبي متعارض. يعني عندك حديث يقول الحجامة لا تفطر، وعندك حديث صحيح يقول الحجامة تفطر. اخذ هذا لو اخذ هذا. انت الى الان ما تقدر تقول ان البسملة قطعا هي آية من كتاب الله ام ليست آية من كتاب الله. عندك اجتهاد، ما تدري النبي شنو قال عنها. الى الان انت ما حاسم موضوعك، هل كان النبي يقرأ البسملة في الصلاة ام لا؟ الى الان انت ما تدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده فوق سرته ام تحت سرته ام لا يضع يده. الى الان هاي مشكلة. فخلونا نكون واقعيين. يعني ما تقدر تقول عندي كل السنة. طيب هذا الكلام اللي تفضلت فيه وقلت السنة كلها محفوظة، هذا شو يسمونه؟ هذا لو اجى واحد شيعي الآن، لو أنه جاءنا اليوم أحد علماء الشيعة وقال نحن عندنا في الكافي والكتب الشيعية كل سنة الأئمة، نقول له هذا الكلام إما أنك جاهل وإما أنك كاذب. إما أنك جاهل وإما أنك كاذب. لماذا؟ لأن الذي عندك لا يمكن بالحساب، ما يمكن. لغة الحسابات ما بها مجاملات، ما بها مشاعر. بالحساب ما يمكن. أيضا نفس الكلام نقوله لهؤلاء الإخوة الكرام، نقول له هذا كلامك مو منطقي أيها المحترم، كلامك مو منطقي. أنت جاي تقول شنو؟ جاي تقول كل السنة محفوظة، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح كلامك. لأن علماءك يقولون في كثير من المسائل ليس فيها نص، ما فيها نص. هواي مسائل ليس فيها نص. وإذا أريد أطرح الأحكام والمسائل الشرعية اللي فيها، يعني شوف، لو كان أكو بيان من النبي صلى الله عليه وآله. خليني أعطيكم مسائل مهمة جدا، مهمة جدا. اسمعوا، مسألة المحكم والمتشابه مهمة أم لا؟ المحكم والمتشابه، أليس من المهم جدا أن نعرف المحكم من المتشابه؟ مهم جدا. طيب هذا المحكم والمتشابه، اعطوني كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان المحكم والمتشابه. عندكم؟ لا، ما عندكم، ما عندكم. سواء واحد يجي يقول لي وانتم عندكم، وش علاقتك بينا احنا؟ يعني احنا اذا انت، يعني اذا احنا ما عندنا انت على حق. واحد يقول له مثلا
ابوك مو خوش ادمي، قال له ابوك مو خوش ادمي. خوش علاقتك انت ابوي مو خوش ادمي، انت ايش علاقتك؟ انت تعال ثبت امورك، ما لك علاقه بغيرك. طيب عندكم بيان لي هذه قضيه مهمه جدا؟ ماكو. طيب المفقود اذا فقد الانسان كم تنتظر زوجته؟ ايش قد تبقى تنتظر؟ هذه تريد تتزوج، تريد يوزعون الارث مالته، كثير من الاحكام الشرعيه تبتني على هذا. ايش قد المده؟ ما فقد احد في زمن النبي صلى الله عليه واله؟ ماكو واحد مفقود؟ ما مرت هذه الحاله؟ ما بين النبي هذا الحكم؟ طيب اعطونا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ماكو. تدرون اكو بعض العلماء ايش قالوا؟ بعض العلماء قالوا تنتظره 90 سنه. واحد تزوج وثالث يوم العرس طلع يجيب شو اسمه ايس كريم شهر العسل وضاع، فص ملح وبلعت الارض، فص ملح وذا راح ما ندري وين، فقد. هذه المسكينه تنتظر 90 سنه. بضميرك هذه ما ترتد عن الاسلام؟ ها؟ بوجدانك ما ترتد عن الاسلام هذه؟ هو هذا الاسلام؟ هو هذا الدين المتقن يعني 90 سنه؟ اعطونا عمي من رسول الله صلى الله عليه واله، بين ام لم يبين؟ اذا قلتم لم يبين فهو ويلاه، الله قال انت مبين، يعني تتهمون النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتقصير. واذا قلت بين اعطونا هذا البيان. طيب سؤال ثاني، كم هو عدد الرضعات التي تنشر الحرمه؟ ها؟ كم هو عدد الرضعات؟ يعني كم مرة يكون يرتضع هذا الطفل حتى يصير ابن لهذه المرأة وابن لهذا الرجل؟ هذه خو مسألة مهمة، غير نعرف العدد. خو ما شاء الله زوجات النبي كل واحدة جاية تقول هذا أخي من الرضاعة، والرضاعة في زمن النبي كانت على قدم وساق، وهذه الأحاديث موجودة كلها، حتى وصلت الأمور إلى مواصيل صعبة جدا. ملاحظ؟ فما معقول النبي ما قال، ما حكى، ما سولف. كم رضعا اللي يحرمن؟ اعطونا من رسول الله صلى الله عليه واله. ما معلوم، ماكو من النبي. اكو اقوال لبعض الصحابه مثلا، ما لي علاقه. انا اريد شنو؟ اريد قول النبي صلى الله عليه واله. انا ديني اخذه من محمد بن عبد الله. زين، كم هي عدة المطلقة؟ الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب وبعدين الله يقول بعد شنو؟ يقول وأحصوا العدة في آية أخرى. أحصوا العدة مهم جدا. فالآن كم هي العدة؟ اعطونا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما بين، مو بكيفكم، مو انت تجاوبني. انا اريد، ماذا اريد انا؟ انت تقول لي، راح يقول لي واحد شنو القضية هذه كتبنا موجودة انا لا اريد قال فلان وقال فلان، لانك انت شخصيا تقول انا اتبع الله ورسوله، أليس كذلك؟ أنت تتبع الله تبارك وتعالى وتتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أنا أريد من الله والرسول هذه 3 قروء ما يحلها أحد، هذه ما تنحل إلا ببيان من النبي صلى الله عليه وآله، أبدا ما تحل هذه. تقول لي ليش ما تحل؟ أقول لك لأن أهل اللغة مختلفين بالقرء. العرب اختلفوا، جماعة يقولون القرء هو الحيض، وجماعة يقولون القرء هو الطهر. إذا حسبنا على الحيض صارت العدة بمقدار